السلام عليكم. معانا النهاردة وصفة كبدة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وعاملين جنبها طبعا طماطم متبلة ومعاها خيار وجزر. الكبدة طبعا احنا مقطعينها سلايزات خفيفة. طبعا كل تقطيعة بتفرق في التست وفي في السوا، في الطعم، في الشكل. عاملين جنبها طحينة، طبعا بقى بتتاكل جنب شوية جرجيل وجنب شوية الطماطم دولت وعيش بلدي او فينو، تبقى في قمة الروعة. شوية كبدة بجد. طبعا أنا دلوقتي هنا بدوق بقى وكنت من كتر الطعم حلو. التفاصيل كلها والله بجد، يعني الحمد لله. الموضوع كله نضيف ومشهي. طبعا هنا بقى انا بدوق وانا مبسوط. احنا هنا بقى بننزل بالمادة الدهنية بتاعتنا، لازم ننزل بزيت غزير عشان ويكون سخن جدا، واول ما بننزل بالثوم بنروح نازلين بالكبدة. طبعا ما بنقلبش الكبدة طبعا الاول على طول عشان خاطر ما تفتولش مننا. احنا بنسيبها برضو تاخد الصدمة بتاعتها. اول ما بتبتدي تتغير اللون بننزل بالتوابل بتاعتنا: ملح، كزبرة، نسبة كمون بسيطة جدا. وهنا انا زودت 4 مكعبات زبدة تعلي التيست وتكون جميلة. هنا بنزل بفلفل الوان سلايز، احمر واصفر. وطبعا السبايسي ده اختياري. احنا طبعا انا بالنسبه لي الكبده ما بتاكلش غير سبايسي، بس هو اختياري. هنا طبعا انا بدوق بقى. انا عملت اللقمه بتاعتي الشهيره. حطيت الجرجير، خيارايه، طماطمايه، ومعلقه كبده، وحطيت عليها طحينه. طبعا في قمه الروعه. الطحينه بتاعتنا دي مفيش اسهل منها. احنا بنحط الطحينه ونحط عليها التوابل بتاعتها، عباره عن سبايسي بسيط، شطه بودر بسيطه، ملح، كمون، فقط لا غير. بنقلب وبننزل بالمية السخنة، تمام، وبنحط شوية خل في الآخر. تحفة. الطحينة دي مع الكبدة، مع المشاوي، مع أي أكل، تحفة تحفة.